علم صديقي إني في منطقة برج العرب، فاقترح علي ذلك المطعم الذي يقدم الدجاج المقلي ولكن بشكل مبتكر، وأنا أحب الأشياء المبتكرة. هيا بنا لنزرزرهم قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك صديقي العزيز؟ شرفتنا. معك غضاب، رئيس هيئة مقيمين الدجاج في دولة خوارستان العظمى. اهلا بحضرتك. أنا أحب الدجاج كثيرا. لقد رأيت قصة عجيبة في قائمة الطعام. دي عيلة فريسبي، جراند فريسبي، الحاج الكبير ده اللي هو مسؤول عن الوجبات العائلية. كبير العائلة. مخلف شاب اسمه فريسبي متجوز كوكيتا، هم كل واحد مسؤول فيهم عن مخلفين شاب اسمه شيكو، واحد تاني اسمه فريسبينو، ده مسؤول عن وجبات الأطفال، وشيكو ده بقى اللي هو السندوتشات. أشعر إني دخلت في أمور عائلية ليس لي علاقة بها. سأقول لك شيئا بكل صراحة، أنا لم أفهم شيئا صديقي، أريد أن أكل الدجاج. واجيب لك حاجة على ذوق حضرتك. عندي فريسبي عامل ميكس كويس قوي، فريسبي ميكس 1. في حاجات طبعا كوكيتا، كوكيتا دي عندها ستريبسات. هل هي الامرأة في العائلة؟ دي الأنثى في العيلة. لابد أن أطلب، لا تضعنا في مشاكل. لا، ربنا ما يجيب مشاكل. انظر يا رجل، سأختبر طعامك، إن لم يعجبني سأسوحكم، وإن أعجبني سأصيدكم. انتظر الطعام أخي. أشكرك أخي. إن لم يعجبني الطعام لن أدفع. حضرتك احنا قد التحدي، واثقين من الاكل بتاعنا، واي غلطه في الاوردر يعني حضرتك تعمل اللي انت عايزه. أشكرك صديقي. أولا التغليف والنظافة كانوا جيدان جدا. وجدت في هذه اللفافة هذه اليد البلاستيكية. علمت أنهم يدعمون الدجاج نفسيا قبل طهيه، ويظهر الفرق في القرمشة والسواء. عندما تستخدم هذه السوائل تجعل من الأمر أكثر تليطا، وهذا شعور جيد. كان هنا البعطيط يصورني وهو يريل على نفسه من الجوع، وأنا لا أبالي. تلك الشطيرة كانت ضخمة جدا ومتروسة أصدقائي، تبدو كصندوق العجائب. رائع. أما عن تلك الشطيرة كانت أكبر مثال لمقولة ليست بالكم بل بالكيف. تبدو كشطيرة تحتويك. تلك البطاطس المليطة كانت أسطورية. تلك الإضافات ذهبت بنا إلى منطقة أخرى. نحييهم على تقديم مشروب غازي مصري. ذلك السائل العجيب هم من ابتكروه. هنا بدأت أن أفقد الوعي أنا والبعطيطي أصدقائي. كانت تجربة ممتعة.